السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة عالم عزيزة أم محمد. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال نتوما والعائلة ديالكم. ونبداو بالصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله فيديو جديد غادي نشارك معكم طريقة تحضير يعني حلوة لاكريم أو كيكة لاكريم أو كيف ما حبيتو كيف ما سميتوها. المهم اللي تفرحوا بها وليداتكم اللي تجي رائعة بمقادير جد مناسبة. ندوز دابا المقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا كما تلاحظوا معايا 3 البيضات، نص كاس سنيده ونص كاس ديال الزيت مع مرش، عندي كاس ديال الحليب، وعندي غادي ناخذ من هاد 2 كيسان غادي ناخذ غير كاس ونص، وعندي 2 خمارات ديال الحلوى اللي غادي ندير باش ما بغيتهاش يعني تكون عاليه. عندي كاكاو يعني بودره ديال الشوكولاط مر، وعندي كاوبيل دايره في هذا الحكيك هذا. صافي هادو هما المقادير اللي عندي. نبداو على بركه الله. غادي نهرسوا البيض. هاد الكيكه او حلوه تقدروا ديروها حتى بجوج بيضات. المهم انا درت هاد المقادير هادو، درتهم في واحد المول، وانا كاين المول ما باش يدخل ليا الفران مع كبير بزاف عريض. دوك اليديات ديالو ما باش يدخلوا ليا الفران، داكشي باش وليت. المهم غادي تتبعوا معايا الفيديو غادي تشوفوني علاش تنهضر. صافي هنايا غادي نضيفوا الزيت، وضفت سنيده غادي ديروه نص كاس يعني ما كاملش كاع. كيف ما ذكرت لكم دابا يعني انا كنت دايره بحساب مول ووليت في مول اخر. صافي نديرو كاس ديال الدقيق. طبيعه الحال راه مغربل، ضروري الكيكه تغربلوا ليها الدقيق. هنايا ضفت خماره، 2 خمارات. غادي نضيف غير نص كاس. واحد الملاحظه الله يرضي عليكم بالنسبه لهاد الكيكه هذه، دائما ما تضيفوش الدقيق النص يعني الزياده ديال الدقيق اللي حتى تضيفوا الشوكولاط. يعني ملي تضيفوا الشوكولاط راه ضروري تتقصح العجينه، يعني الخليط تيقصح. هادشي علاش يعني بحال هاد الطريقه بحال المقدار اللي غادي ندير انا كيف ما غادي تشوفوا معايا في المول. وفي هاد المقادير هادو اللي درت يعني راه غادي ديروا غير كاس ديال الدقيق هما اللي غادي تحتاجوا، ما غاديش ديروا كاس ونص كيف ما درت انايا. المهم انتم تبعوا الفيديو غادي تشوفوني علاش نهضر. الله يرضي عليكم. هذا الشيء راه بالنسبه حتى للمبتدئات، وبالنسبه حتى لواحد اللي تتكون ناوي دير حاجه تتولي في حاجه اخرى. يعني الواحد هذا هو المول اللي قلت لكم انا درت مول كبر من هذا. ما يعني مشى لي داك المقطع ووليت حولتها وليت درت لهذا المول هذا. يعني هذا المول ندير فيه انا غير 2 بيضات وكاس ديال الدقيق. وبالنسبه للزيت طبيعه الحال هي نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال سنيده. هانتوما راه جات هكا، واخا هكا راه جاتني شويه عاليه شويه. هي تيخص داك السمك ديالها يكون غير ما بين الصبيع، يعني تتجي زوينه وتتجي في القياس بالنسبه اللي بغى يديرها بلا كريم. اما الا بغيت ديرها غير عاديه راه المقدار اللي كاين هو هذاك باش باش تتجي عاليه. دائما بالنسبه راكم عارفين الكيكه او الحلوه ملي تنبغيوها غير بوحدها بدون تزيين راه تتكون عاليه. اما بحال هكا نضيفوا لها الكريمه ولا لا كريم باتيسري راه ضروري تتكون غير في السمك في القياس، ما تتكونش عاليه بزاف. هنايا ملي تنخرجها من الفران ضروري تنسقيوها بالحليب او الحليب مع كاوبيل، يعني نتوما اللي حبيتو، غير هو يكون مسوس، ما كاينلاش تضيفوا السكر في الحليب. صافي تنخليها هكا حتى تتشرب مزيان، ضروري تقبوها هكا. المهم درجه الحراره ديال الفران راه 180 مده 25 هكا دقيقه ولا 30 ماشي، المهم على حسب الفران اللي عندكم. هنايا بالنسبه للكريمه غادي ناخذ هذه دايره بحال شكل هلاله، كاينه في مواد اللي تيبيعوا مواد الغذائيه ديال 5 دراهم راه عندهم تدير 20 درهم، والصغيره تدير 10 دراهم.
بالنسبه كاينه هولالا تاني راه زايده في الثمن، ولكن هذه راه ما تفرقوهاش ما بين هولالا، يعني حتى في الكريمه تجي بحال بحال، واقتصاديه صراحه اقتصاديه، مرة تجي زوينه. بالنسبه كما شفتوني غادي ندير معكم، درت فيها دانون ديال بيرلي، ودرت فيها دانون ديال الكراميل. هنايا تندير هاد الميكا هادي او بابي سولوفا، يعني تقدروا تبطنوا بابي سولوفا وتثقبوا داك اللص، راه فايت اللي شاركت معكم في واحد الفيديو قبل، وتديروها الطره وما باقيش يطرش لكم حتى شي حاجه في الطبله ديال الكوزينه، تخدموا على راحتكم. انا صراحه ما فياش اللي يدير شي بابي ولا سميتو، درت غير بلاستيكه عاديه، انتم شفتوا راه دغيا تطلع، راه خدامه بجوج يدين، يعني راه تنقافطه بهذيك اليد، وبغيت تتعقد شويه صافي تتحيدوا البلاستيك. انتم شوفوا كي تتجي رائعه، ولا ديروها بداك بداك لاموس كريم شونتيي، وانا كاين لاموس ماشي الاخر، هذاك تا هو تيخصو شويه ديال الخدمه، اما هذه دغيا تطلع، وحتى هذيك تطلع وانا كنت تشد شويه ديال الوقت. هنايا انا درتها بدانون بيرلي وبهاد دانون ديال الكراميل. تقدروا نتوما ديروا داك نيسلي، المهم الا كراميل ديال الدار اللي راه فايت لي سبق لي شاركته معكم في القناه، غادي نحط لكم الرابط في الفيديو، وغادي نحط لكم الرابط ديال الكريمه، راه درت لكم فيديو غير قصير باش تشوفوا يعني الكريمه بوحدها، بزاف يسولوني على الكريمه كي تندير لها. بالنسبه ديال الكريمه اللي تندير انايا ولا بلا موس يعني عاديه، بغيتو تبدلوا اللون ديالها راه تضيفوا شويه ديال الكاوبيل، داك الكاوبيل الحلو يعني عارفينه ديال القهوه ديال الحليب، وتتبدلوا ليها اللون. انا بغيت نديرها غير هكاك، غير في هذا اللون هكا. المهم راه تتجي الكريمه رائعه وتتجي بنينه. وان شاء الله غادي نشارك معكم كريمه اخرى اللي ما تحتاجوا لا تشريو لا كريم لا كريم شونطيي لا حتى شي حاجه، تقادوها غير في الدار بمواد يعني بمقادير بسيطه عندكم في الدار. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو عليها، غادي نشاركها معكم، اللي بدون ما تاخذوا يلا كريمه لا موس لا حتى شي حاجه. يعني بالنسبه الله يكون في العوان، كاين اللي ما عندوش، يعني الواحد تيعشق بحال هاد لاكريم فاش الواحد تيبي يشري حلوه، راكم عارفين الثمن ديالها. اللهم تيصاوبها في الدار تتجي اقتصاديه، واللي عنده الوليدات الله يكون في العون والله يخلي لكم وليداتكم ومعز عليكم. والمهم اللي وصل حتى لهنايا ما تنساونيش من اللايك والاشتراك في القناه وبارطاجيو الفيديو، الله يجازيكم بالخير باش يوصل واحد العدد عند الناس، يعني باللايك، يعني راه كاين تيشاهد الفيديو ما تيديرش اللايك، هو تيحط لي تعليق وانا كل لايك تينساه. فكروا شويه، الله يجازيكم بخير، يعني ما تنساونيش، الله يرضى عليكم والله ييسر لكم ما صعب. صافي هنايا تنحاول باش نقدا هاد شويه، هذا غادي نخليه باش نزين، وتنقدا بهادي ديال العجين يعني ولا سباتولا الا عندكم طويله، ولا المهم باش ما كيف ما عودتكم تنقدي باللي عندي في الدار، ماشي نحبس واحد الحاجه تناخدها، لا يعني الواحد باش ما عنده في الدار نخليها. وهنايا غادي نقاد معكم يعني كلاصاج باش هادي نديرو من الفوق ديال كطبقه ثالثه، يعني فوق الحلوه فوق ديك الكريمه. هنايا عندي نص كاس ديال الحليب، وعندي جوج معالق هكاك ولا 3 ديال سنيده. حاولوا ما ديروش حلو بزاف لحقاش باقي ديروا كاوبيل، انا درت كاوبيل ودرت هذاك الشوكولات ديال المور. هنايا صافي درنا غير بحال شكل جوج معالق كبار، هاد المعلقه راه صغيره. صافي هنايا غادي نضيف الشوكولات حتى هو غادي ندير في جوج معلقات، هاد المعلقه البنات راه صغار. هنايا غادي تخدموا هكاك غير بيديكم، وإلا عندكم هذاك المكسور حتى هو تيجي هكاك تقادو في شي مول ولا في شي حاجه يكون طويل دغيا تيطلع.
انا قديته غير هكاك بيديا، يعني تتخدموا غير بيديكم ساهل. الواحد المهم تنقضي معكم كيف ما قلت لكم، الواحد راه تقطع عليه الضوط، يتقطع يعني الا ما كانش الميكسور ولا شي حاجه ما نخدموش، تيخص الواحد يخدم غير بيديه. يعني تنخدمو غير بيديا هكاك وتيجي رائع، تيجي ساهل بزاف. باش هكا باش هكا تنزين به الحلوه ديالنا من الفوق كطبقه ثالثه. وهنايا تنبقى نخدم، تقدروا تخدموه غير بالمعلقه حتى هي تيجي دغيا تيتصاوب. غير هو تيخصكم شويه ديال الخدمه بيديكم، يعني ديروا الرياضه ضروري، واحد شويه ديال الرياضه. تقدروا البنات الا بغيتوه مثلا ديروه في يعني ديروا تاني داك الكلاصاج الاخر، يعني تيجي حتى هو زوين. تقدروا ديروه في كاسرونه وهكا نيت الحليب وسنيده وكيف ما شفتوا يعني الشوكولات، وتخدموه مزيان يعني تيطيب حتى تيغلى. وتقدروا تضيفوا فيه واحد شويه ديال المايزينا، يعني معلقه من المايزينا حتى هو تيجي خاطر. اما هذا تتخدموا غير هكا بيديكم وتيجي هكا في هذا الشكل. هانتوما غادي تشوفوا تيجي لامع، تيلمع بزاف، تيجي في هكا في الحلوه. وانتم الكميه كيف ما قلت لكم، انتم راه تيجي زوين. بلا ما ديروا لا معلقه لا حتى شي حاجه، راه ما حدكم نتوما تتحركوا المول وهو يعني تيمشي للجناب. هانتوما تتعمر كاملها يعني بدون ما ديروا لا معلقه لا حتى شي حاجه. صافي هنايا غادي ندخلها للثلاجه حتى تتبرد. نتمنى ان شاء الله تجربوها لوليداتكم، الله يخليهم لكم يا ربي. هانتوما كما شفتوا تيجي لامع، تيلمع بزاف بهاد الطريقه هذه اللي درت ليها. نتمنى ان شاء الله تجربوها. وهنايا هاد الكريمه هذه غادي نزين بها الحلوه ديالنا. صافي هنايا بعد ما خرجتها من الثلاجه اللي ضروري حتى تتبرد. هنايا تندير الكريمه في البوش. نتوما التزيين تيبقى اختيار ديالكم، يعني اي بوق باش ما بغيتم. انا درت فيها هذا البوق هذا تيخرج في القياس اللي بغيت. تديروها هكا بحال هاد الوريضات. نتوما الا عندكم حتى شي بوق تيخرج شي زواقه اخرى زوينه ديروه حتى هو يعني نتوما تيبقى اختيار ديالكم. صافي تنمشيو مع هكا بالجناب. نتوما الا بغيتو ديروا وحده حدا وحده بحال الطريقه اللي فايت لي شاركتها معكم، طريقه التزيين ديال الكيك اللي في القناه. على حسب انا درتي هكا خفيف، يعني تزيين خفيف. واللي بغى يخليها مثلا داك لوسط هكاك تقدروا تخليوها بالنسبه للناس، يعني بحال هكا اعياد الميلاد ولا شي مناسبه. المهم انا غادي ندير لها واحد الوريضه هكا في الوسط. صافي غادي ديروا لها الوريضه هكا يعني خفيفه بلا ما تعطي حتى واحد تزيين، تيجي خفيف وزوين. وانتم الا ما بغيتوش ديروها تخليوها غير هكاك خاويه. يعني اي تزيين تيبقى اختياري. ترشوها ب... بالفيرميسين داك ديال الشوكولات، يعني باش ما بغيتو. صافي انا غادي نخليها غير هكا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الحلوه اللي شاركت معكم، ونكون ان شاء الله خفيفه على قلوبكم ولا يخطيكم عليا. والله يحفظ لكم وليداتكم ومعز عليكم. وما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب باش يوصل لواحد العدد يعني كتير باللايك، يعني باش يوصل في المشاهده عند الناس. شكرا لكم بزاف. داخل الناس تنشكر الناس اللي داخل الوطن وخارج الوطن وعائلتي والاحباب ديالي
العائله الصغيره والكبيره، وشكرا لكم بزاف، والاحباب ديالي وكاع المتتبعين ديالي لا الجداد ولا القدام. وشكرا لكم بزاف على حسن المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. وصراحه ما سخيتش بكم وما سخيتش نقول لكم مع السلامه، وانا كاين مودعكم في يد الله في العيد الامينه. شكرا لكم بزاف، والى فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.